مساء الجمال الاول. الشخص الحقيقي لما تقعد تدور عليه مش هتعرفه الا من حاجه واحده، من نفسك. لو انت انسان سوي وعايز تعرف الشخص اللي قدامك ده شخص حقيقي ولا لا، هتلاقيه مرايه ليك. لما دورت لقيت ان في بحث علمي في جامعه كاليفورنيا بيقول، البحث ده اسمه المرآة الاجتماعيه. تمام؟ البحث ده جابوا مجموعه من الناس، قسموهم لجزئين. جزء خلوه يتعامل مع الناس الجادجمنتال، اللي هم الاجريسيف، اللي هو كده هيضايقك، هيأمرك، صوته عالي، تون الصوت عالي. لقوا ان الناس دي هرمون الكورتيزون بتاعهم زاد عالي، التوتر عندهم زاد، القلق النفسي عندهم زاد. فاهمني؟ الجزء الثاني كان بيتعامل مع الناس دي كانوا بيتعاملوا معاه بطريقه ايجابيه جدا. حلو. الطريقه الايجابيه دي اثرت فيهم بالايجاب وخلت هرمون الكورتيزول ده قل بنسبه 40%. 40% دي نسبه واضحه، نسبه كبيره. فالشخص الحقيقي اللي هتقابله في حياتك هتلاقيه مراية لنفسك. ليه علامات؟ ليه علاماته انك انت بتبقى قدامه بتتكلم بطبيعتك بكل اريحيه، بتعبر بسهوله، بتكون نفسك. انت مع الشخص الحقيقي بتكون نفسك، بتكون بطبيعتك. طيب الشخص الحقيقي ده بقى بيقابل في الحياه نوعين من الناس، مش 3، هما 2. الشخص الاولاني بيلاقي فيه ان ده مراية لنفسه، عن طريقه يقدر يطور من نفسه، يقدر يتعلم اكتر، يقدر يبقى بوزيتيف اكتر، يقدر ينمي مهاراته وينمي قدراته اللي ما بيقدرش يعملها مع الناس التانية، لانه ما بيقدرش يكون مع الاشخاص التانية كده. ده الشخص الاولاني. الشخص التاني اللي بيقابله بيشوفه برضه مرايته، بس بيشوف فيه اماكن النقصان اللي موجودة في شخصيته، فبيتعرض بيتعرض للألم. يعني بيتعرض لان هو بيلاقي فيه كل الحاجات اللي كانت ناقصة في شخصيته ومش قادر يكملها، فما بيبقاش قدامه غير رد فعل مباشر وطبيعي من جواه، ان هو بيلاقي نفسه بيسقط عليه الاتساخ، يعني بيسقط عليه الحاجات الوحشة، بيحاول ان هو يوحش من الشخص ده على قد ما يقدر، لان كل ما يبقى كم الوساخة اللي موجودة اللي هو قدر يلبسها تلبيس، فعليا تلبيس للشخص النقي الحقيقي اللي قدامه، تمام، كل ما ده بيقلل من حدية الألم اللي عنده. كل ده ما بيقلل من كم الوجع اللي هو بيحس بيه كل ما بيشوف أماكن النقص دي. عشان كده لما تيجي تتعامل مع شخص حقيقي أو تيجي تتكلم مع شخص حقيقي، حاول تمسك فيه بإيديك وأسنانك، لأن الشخص الحقيقي مش موجود اليومين دول. عملة نادرة. الشخص اللي هيبقى خايف عليك، اللي هيبقى قلبه عليك، اللي هيبقى بتتكلم قدامه براحتك. الملخص عشان ما بقاش طولت، تمام، لما تقابل شخص حقيقي في الايام اللي احنا موجودين فيها دي، صدقني امسك فيه بايديك واسنانك، لان دلوقتي الوضع بقى صعب والناس بقت كلها فيك.